السلام عليكم. واخيرا الحين تقدر تكتم صوت المكالمات من الاشخاص في السناب شات. يعني لو واحد دق عليك صوت بالمكالمات قبل وانت كاتم دردشته راح يجيك اشعار انه دق عليك مكالمة، لكن الحين تقدر تكتم صوت المكالمة وما راح يوصلك اي مكالمة منه. كل اللي عليك عشان تستخدم الميزة تضغط على اسم الشخص زي كذا، بعدين تدخل على اعدادات الدردشة والاشعارات، بعدين تدخل على اعدادات الاشعارات. راح يجيك هنا ثلاث خيارات اللي هو كتم صوت الدردشة، كتم صوت المكالمات. هذا أهم شيء، نكتم صوت المكالمات بس تشغله زي كذا. راح يجيك ثلاث خيارات أو أربعة، لمدة ساعة، لمدة 8 ساعات، لمدة 24 ساعة، حتى الإطفاء. حتى الإطفاء هذا حتى يقوم بإلغاء الكتم هذا يبقى مكتوم للأبد. 24 ساعة، بعد 24 ساعة يشتغل، يرجع يجيك إشعارات منه، بعد 8 ساعات يجيك إشعارات منه، بعد ساعة يجيك إشعارات. خليه على حتى يقوم بإلغاء كتم الصوت، كذا لو دق عليك مكالمة ما راح يجيك أي إشعار منه. طيب، في الحالة هذه لو اخترت فقط كتم صوت المكالمات راح يجيك منها إشعارات الدردشة إنه أرسل لك رسائل. إذا تبغى تشغلها حتى هي ونفس الطريقة تختار حتى تقوم بالإلغاء، وكذا ألغيت الدردشة والمكالمات. لكن إذا تبي تتفنن مثلا تبغاه يجي منه بس مكالمات، توقف كتم صوت المكالمات وتخلي صوت الدردشة شغال، أو العكس، تخلي صوت المكالمات شغال والدردشة تقفله، وبكذا يجيك دردشات منه بس ما يجيك منه مكالمات.